حاليا انا في الحمام اللي الملك رمسيس الثالث المصري كان بيستخدم. هل منطقي ان ما نلاقيش اي قصر من قصور اشهر واقدم ملوك الارض؟ ازاي الاهرامات والمعابد هم مفيش قصور ليهم؟ النهارده احنا في القصر المتبقي من الاثار المصريه القديمه. النهارده احنا موجودين في قصر من قصور الملك رمسيس الثالث، اللي طبعا موجود حوالينا هي بقايا القصر اللي اكيد اتهدم يعني واتسرق منه كل اللي كان موجود فيه. المكان اللي احنا فيه هي القاعه الرئيسيه بتاعه القصر، ومن هناك كده بنقدر نشوف المدخل بتاع القاعه الرئيسيه ديت. هنبدا ناخد جوله في باقي اجزاء القصر. زي ما احنا شايفين ده القاعه الرئيسيه زي ما قلنا، واللي هناك هو الباب اللي بيبدا يدخل منه الملك ده. وبعد كده بنلاقي مختلف الحجرات واللي لسه متبقي منها بواقي المداخل ديت، اللي بتقدر انت تشوف منها الحجرات من الداخل عامله ازاي. السلالم ديت واللي كان بيطلع منها الملك سواء من هنا او من هنا او من هنا علشان يقعد على الكرسي ويبدا يدي الاوامر من المكان اللي انا قاعد فيه حاليا انا في الحمام اللي الملك رمسيس الثالث المصري كان بيستخدمه. زي ما انتم شايفين ده المكان بتاع القعده بالشكل الحديث